الشر لاي حد، اقدار ربنا السعيده والصعبه هتخبي لك جواها كل خير وفرج، وهتطلع متعلم وانضج واقوى. والله اسمه الوكيل، هيدبر لك شؤونك على احسن وجه. حتى لو انت ما توكلتش على ربنا برضه هو وكيلك سبحانه وتعالى. هو قال لك توكل علي عشان تستريح. ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. سيتوكل. اللهم امين يا رب العالمين. يا صباح الخير، يا صباح الرضا وصباح التفاؤل على احلى اخوات اللي مشرفيني دايما. ما تحرمش منكم ابدا ولا من كلامكم اللي زي العسل. انا مش شايفه تفاعل كتير، وشايفه 5 6 كده اللي بيكتبوا لي تعليقات، بس بحبكم جدا في الله. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. بشكركم جدا، بشكر كل اللي نوروني في القناه، زادت القناه شرف وبركه بيكم يا احلى اخوات في الدنيا بحالها. ربنا يديمكم نعمه يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اخرجني من حولي وقوتي وادخلني في حولك وقوتك يا ذو القوة المتين. طبعا الفيديو بتاع النهارده ده يا بنات فيديو مشجع جدا. ده حال كل ست مصرية، كل الامهات المصريين اصلا بيبقوا في الوضع اللي احنا فيه ده. طبعا انا ما كنتش غيرت الشقة لفرشة شتوي وكده، يعني في حاجة بيقولوا عليها فرشة شتوي وفرشة صيفي. اللي هو الشتوي بنغطي السيراميك كله. طبعا لو البيت فيه اطفال بتغطي السيراميك كله، يعني بتخلي حاجات بسيطة بس اللي باينة. وطبعا في الصيف لو مش موجود اطفال، حتى لو موجود اطفال برضه بنخلي السجاد الصغير اللي هو بيبقى مبين السيراميك من كل حتة ده. فقلت النهارده بقى لازم ارجع لكم بفيديو قوي جدا. انا عايزة بس الفيديو ده يعني ياخد مشاهدة، ويطلع بس يجيب مشاهدة كده على قد تعبي، والله العظيم يا رب نفسي يجيب لي مشاهدة على قد تعبي، على قد تعبي في الفيديو ده. تعبت فيه تعب يا نهار ابيض يا بنات، والله العظيم هد حيلي. عايزه اقول لكم انا مختصره الفيديو ده في 17 دقيقه، هو اصلا خد معايا ساعتين ونص، يعني ساعتين ونص في قلب اوضه واحده. ليه عملت فيها ايه يا خوخه؟ هقول لكم عملت فيها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده السلم بتاعنا واقف في قلب الاوضه، وكنت متشعلقه من شويه على النجفه. مسكتها طبعا بشويه خل وشويه كلور وشويه صابون مواعين وشويه اريال صغيرين جدا. خليت الازاز يا بنات اللي هو اصل النجفه بتاعتي دي كريستال عصفور فهي كان لازم ايه يتحط لها كل المكونات دي كده على بعضها عشان تضوي. فالحمد لله نجفت كريستال العصفور بتاعتي، خليتها ايه تضوي يا بنات. همسك كل حاجه في الاوضه بمعنى الكلمه، مش هخلي فيها حاجه ما اتعملتش. شايفين هنا بقول لكم يا حسن هتقلب. طلعت هنا بقى فوق بعد ما خلصت النجفه بتاعتي، مسكت كده الستاره بتاعتي، ربنا يسترها يا رب وما تقلبش. عايزه اقول لكم اصلا ان انا فعلا بالفعل وقعت يعني أنا بالفعل وقعت، أنا عاملة نفسي بقى رشيقة وخفيفة كده، بس أنا فعلًا بالفعل وقعت. جاية عشان أجيب الشوية اللي في الوسط دُولة، قامت رجلي مفوّتة، يالّا الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل. فطبعًا ما كانش ينفع خالص، خالص اللي هُم ينزلوا، فأنا قصّيت الشوية دول. فادعوا لي كده إيه، اللي الفيديو ده يجيب مشاهدات كده كتير خالص على قد تعبي فيها. مسكت كده الستارة من الناحية دي نضّفتها، من اليمين نضّفتها ومن الشمال برضه إيه، نضّفتها. ما أنا وكنت فاكة الطبقة اللي جوّه البيضة، كنت فاكاها وغسلاها، عشان إيه، قُلت نضافة بنضافة بقى لازم أرجع لكم كده في فيديو قوي، قوي جدًا. طبعًا يا حبايب خوخة لو وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسوش طبعًا تعملوا له اللايك والاشتراك فضلًا منكم وليس أمرًا. هنا طبعًا كده زي ما أنتم شايفين بقت بالمقشة معايا، وجبت العنكبوت، خلّيت الأوضة ترجع عروسة من أول وجديد زي ما بيقولوا. طبعًا أنا كنت داخلة بالأوضة دي وأنا عروسة، وكانت حلوة أوي، وكانت ألوانها حلوة، وكانت البوهية حلوة. دلوقتي كل حاجة اتبهدلت، الشباك مقشّر، البوهية بقّعت وفي ألوان منها طلعت، والسقف فيه حتة واقعة، يعني بقت إيه الله المستعان. بس مش عليَّ، لأ ده أنا بارجّع الحاجة جديدة أحسن من الأول. طبعًا زي ما أنتم شايفين هنا كده يا حبايب خوخة أهوّة، علّقت الستارة بتاعتي، برضه باقف هنا شوية أعلّق الجزء اليمين، وانزل أعلّق الجزء الشمال. فباقول لكم اللي أنا فعلًا في الفيديو ده اتمرمطت مرمطة كفاية الطلوع والنزول كل شوية على السلم وعلى الرُكنة. طبعًا أهو يا حبايب خوخة زي ما أنتم شايفين كده، هابدأ برضه اللي أنا أعلّق الستارة، وبعد ما أعلّقها خلاص أهو راكناها خالص في جنب، مش هاخلّيها باينة. عشان هتعملي إيه تاني يا خوخة؟ لسه هنعمل الشباك بتاعنا يا بنات. لازم ننضّفه طبعًا، أنتم شفتوه في أول الفيديو، حاطة لكم كده مقدمة، اختصار للفيديو كلّه عشان تشوفوا إيه، إحنا عملنا إيه فيه وخلّينا إيه فيه.
طبعا هنا يا حبايب خوخة اهوت، بعد ما ركبت بقى الستارة بتاعتي وركنتها في جنب، ومسحت النجفة، ونفضت الستار عشان ما تتعكش تاني من التراب، لو في تراب طالع من الشباك ما يعكليش ايه الستارة. وكنت بقى طبعا مستخدمة قماشة مبلولة عشان ايه، مفيش تراب خالص يطير على الستاير. كانت القماشة اللي معايا دي قماشة مبلولة، وجبت قماشة تانية برضو ناشفة بنشف بيها، يعني واحدة مبلولة وواحدة ناشفة، عشان ايه ما اخدش وقت كده وانتهي بسرعة قبل احمد وايصل ما يجولي من المدرسة. وساعة ما بيجوا يعني ممكن ما اعرفش اشتغل على كلمة اسكت يا بابا اسكت يا ماما، ده ضربني ده ضربتني، فبيبقى يوم صعب جدا في الشغل وهما موجودين معايا. طبعا ربنا يخليهم له ويبارك فيهم، بس ما بعرفش اشتغل ابدا ابدا وهما موجودين معايا. هنا طبعا هطلع بقى السلم بره، ما عدتش محتاجاه، وهنبدأ نشوف هنعمل ايه تاني يا حبايب خوخ. هننضف بقى الركنة دي تنظيفة يا بنات، يا نهار أبيض والله العظيم عذبتها معايا في اليوم ده. شايفين هنا بقى بنفضها كده وبشيل بحط على الناحية التانية، في اللي هو ايه، باخد المخدات من ناحية بركنها في ناحية تانية، عشان طبعا ما وقعش على الأرض وما اعملهاش كلها في وقت واحد وتبقى المخدات ايه مرمية على الأرض. لا أنا بعمل جزء جزء. حتى برضو اللي تحت الشباك عملته كده. بعمل ايه يا بنات، بعمل جزء جزء. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت. وهجيب بقى ايه معايا هنا بقت ميه بكلور بخل باريال الوان، ميه بكلور بخل باريال الوان، ومعايا برضو الكلور الوان يا بنات، بس بكتر اكتر حاجه بكترها الخل. طبعا انت بتكتري خل ليه يا خوخه؟ انا بكتر خل يا بنات عشان عندي الطبقه السمرة دي ما بتنضفش الا بخل. طبعا هي طبقة شموع كده، فهي ما بتنضفش عندي الا بخل. كانت شارتها ما يعلم بقى الا ربنا، بس هعمل ايه، كنت منشفة دماغي. يعني انا في الجوازة دي كنت منشفة دماغي على حاجات ياما خالص، ويا ريتني ما كنت عملتها. بس هنعمل ايه الحمد لله على كل حال. زي ما انتم شايفين كده، قعدت بقى كده قلت لها لا، ما انا لا، يا انا لا، انت النهارده لازم انضفك كده واخليكي يا بت ايه، فله شمعة منورة. انت داخل عليك الشتا بقى وايه، هتفضلي يعني شهرين تلاتة خمسة ستة كده مفيش حد هيغسلك ولا حد هيلمسك، فانا هنضفك كده واحميكي ولايفك قبل دخلة الشتا، يعني نستقبلك كده بقى ايه على دخلة الصيف ان شاء الله. طبعا وهي حبايب خوخة نضفتها وظبطتها، وبقت كل حاجة 100 فل و14. وفي كومنت رخم، يعني رخمة ولا رخم معرفش والله، ايا كان انا مش بغلط والله، هم اللي اضطروني اللي انا اغلط. يعني بيقولوا عليا انا معفنة وبيتي معفن وست معفنة. طبعا انا رديت على البوست، على الكومنت يعني رديت عليه، بس بأمانة يعني انا كنت عايزة اسيبه لكم برضو تردوا عليها وتشوفوا هل انا صح ولا غلط. بس من كتر الكلام المستفز بتاعها عملت لها إزالة من عندي، يعني أنا عملت لها إزالة من عندي. بتقول عليا بيتي مش نظيف وأنا ست مش نظيفة. وغير كده الشقة اللي فوق، طب الشقة اللي فوق أنا مش قاعدة فيها أصلا، يعني الشقة اللي فوق دي بتاعة طيور، تقول لي أنت سايباها ليه كده، ده ولا فيها شباك ولا فيها باب. طب أنت يا حبيبتي ما خدتيش بالك يعني اللي هي متربي فيها فراخ؟ ما خدتيش بالك أصلا اللي هي بتاعة طيور في غيرنا مش لاقيها؟ ده في حاجة بيقولوها الكلمة الطيبة صدقة. حتى لو أنا فعلا زي ما انت ما بتقولي، لو أنا فعلا معفنة وبيتي معفن، أصل بصوا أنا هعمل الروتين ده، مش هجيب لكم بيتي بيرفكت، يعني أنا بيتي ده طبيعته، يعني مش هجيب حاجة مش عندي، مش هروح مثلا أجيب لك صالون مذهب عشان أعمل لك فيديو. هو ده بيتي، وده اسمتي، ده القصر بتاعي يا بنتي، ده يعني ده مملكتي زي ما بيقولوا. يعني هي مش سماحة جددت بيتها وقعدت تقول مملكتي مملكتي، أنا من غير ما أجدد بيتي هو ده مملكتي فعلا. وراضية بكل حاجة في حياتي الحمد لله، راضية باللي ربنا كاتبهولي، وراضية بحكمته، وراضية بقضائه. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. كل حاجة في حياتنا نعمة. احنا ما نبصش للبيت، ما نبصش لحاجة، أهم حاجة بص لصحتنا. طول ما في صحة احنا هنقدر نعمل كل حاجة. اللي بيقول الصحة مش كل حاجة، لا الصحة كل حاجة. انت لو فيكي صحة هتجيبي فلوس، الفلوس مش هتجيبلك الصحة. فهي بتقول علي أنا معفنة، يرضيكم؟ هل يرضيكم؟ طبعا أنا يعني هو بصوا لازم نشوف ده ونشوف ده، لازم نشوف الحلو ولازم نشوف الوحش، لازم نشوف الكلمة الطيبة ولازم نشوف الكلمة عكس الطيبة، طبعا انتوا عارفينها. بس انت شفتي مني ايه عشان تحكمي عليا اللي بيتي مش نظيف وانا ست مش نظيفة؟ يعني انت عايزاني اجي اعمل روتين مثلا اكون منظفة الشقة قبلها
وآجي أعمل مع حضرتِك روتين عشان أبقى كده سِت نضيفة. أنتِ حضرتِك ما عندكيش أولاد بيعُكّوا، يعني ما عندكيش أولاد بياكلوا بسكوت زي ما مرمي عندي كده في الأوضة كده ومرمي على الأرض، أكيد عندِك، أو لا إما عندِك بقى خدامة فلبينية. أنا والله ما فيش عندي خدامة فلبينية، أنا الخدامة بتاعة البيت ده، يعني أنا الخدامة اللي هُم جايبينها، أنا خدامة البيت. شُفتِ الخدامة الفلبينية اللي عند حضرتِك، هي أنا عندي واحدة منها، اللي هو أنا بقى، أنا اللي باخدم بيتي وباخدم عيالي وباخدم جوزي وباخدم الطيور اللي أنتِ بتروحي تشتريها جاهزة. شُفتِ لدرجة إيه؟ الحمد لله ربنا يدينا الصحة ويكرمنا كده من أوسع أبوابه، اللهم آمين يا رب العالمين. فأنتِ بدل ما قُلتِ معفنة والّا قُلتِ بيتِك مش نضيف، ادعي لنا دعوة حلوة، قولي ربنا يرضيكِ وتعملي أحلى بيت، ربنا يجبرِك أنتِ وكل اللي زيِّك. تسلم إيدِك يا حبيبتي، ربنا يوفقِك. كلام بسيط خالص، والله الكلام مش بفلوس، يعني الكلام مش بفلوس، إحنا عادي فيها إيه لو قُلنا كلمة حلوة؟ يعني أنتِ يعني مبسوطة يعني أمّا زعّلتيني؟ هتقولوا لي ما تشغليش بالِك يا خلود وعادي أمّا هتسمعي كلام من ده كتير وهتشوفي كلام من ده كتير. بُصّوا، الحكاية مش موضوع اللي هو أزعل أو ما أزعلش، أصل هي ما تعرفش حاجة عن خلود، ما شافتش حاجة من خلود، ليه تخش تشتم وتغلط؟ البوست والله لو موجود كنت بعتّه لكم، بس أنا للأسف مسحته، ودي كانت أكبر غلطة فعلًا اللي أنا مسحت البوست، اللي هو الcomment بتاعها. المفروض كنت خدت لكم screen وأنتم شفتوه عشان ما تقولوش بس إيه، أنا جايبة قصة من دماغي أو الكلام ده كلّه. فإحنا ندعي لبعض كده، ادعوا لبعض عشان ربنا يكرمنا جميعًا. المهم عشان ما نطوّلش معاها في الموضوع أكتر من كده أصلًا، لسه على رأي واحدة صاحبتي، أنتِ ياما هتشوفي أشكال وألوان يا خلود في المجال ده، فالحمد لله ربنا بيبيّن الحلو وبيبيّن الوحش. فإحنا كل اللي هنقوله اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، وأنا باسعى على قد ما أقدر. أنا اللي واخد وقتي دلوقتي من القناة يا بنات، مش اللي أنا مش عايزة أصوّر لكم أو comment وِحِش اتبعت لي وكده، أنا الحمد لله وبفضل الله باعمل حلويات وكده. وطبعًا أنا كنت منزّلة لكم قبل كده شغل تورتة وحاجات من دي، بس حاليًا في الوقت اللي أنا فيه ده عندي باسلِّم أوردرات الحمد لله، يعني يوم فيه ويوم ما فيش. أكواب الكيك الكوري، يعني الأكواب الكيك الكوري دي ما شاء الله ماشية معايا كويس الحمد لله. اكتشفت بقى إيه ماشية معايا كويس ليه يا بنات، عشان سعرها في متناول الجميع، يعني المنطقة اللي أنا فيها عايزة كل حاجة ببلاش، يعني فاضل لهم شوية يقولوا لنا شحتوا لنا يا خلود والله العظيم. على الرغم هي متعبة جدًا وبتاخد وقت وبتاخد مجهود أكتر من التورتة، يعني هي كوباية بس بتاخد وقت ومجهود أكتر من التورتة. بس هاعمل إيه، أنا حابة الموضوع، يعني الفكرة مش فكرة فلوس، لأ الفكرة فكرة موهبة، أنا حاباها، أنا حابة الفكرة. حابة أمّا بانزّل مثلًا صورة تورتة، صورة كابات وكده، يفضلوا بقى يقولوا لي إيه: "جميلة، جميلة، تسلم إيدِك، ما شاء الله عليكِ يا خوخة موهوبة، ما شاء الله عليكِ يا خوخة أنتِ عايزة يا بنتي تكوني في مكان تاني غير هنا، ده أنتِ المفروض تفتحي محلات، ده أنتِ هتنافسي المحلات." الكلام ده كلّه عايزة أقول لكم اللي هو أصلًا بيخلّي قلبي كده من جوّه بيطقطق، شُفتوا الحركات دي؟ يعني بيبقى بيرقص كده من جوّه والله العظيم. فباقول لكم أنتم أحلى حاجة حصلت لي والله العظيم، وباحب أشارككم كل حاجة حلوة في حياتي، يعني كل حاجة كده حلوة في حياتي باحب أشارككم. وهاحاول برضه في الفيديو ده، على الرغم ما كانش في دماغي ولا كنت أصلًا قاصدة إن أنا أتكلم عن الموضوع، بس هاحاول في الفيديو ده أنزّل لكم مقطع كده صغير من الكيك الكوري، أو لو ما نزّلتش دلوقتي ممكن أنزّل لكم في الفيديو اللي جاي، عشان ده طبعًا طويل وما حدش هيقدر يسمع 17 دقيقة، كان أكتر من كده والله يا بنات واختصرت فيه كتير جدًا عشان أوصّله كمان ل17 دقيقة. طبعًا غِبت في تنضيف النجفة والشباك والستارة وورا الرُكنة، فالحمد لله اللي إحنا إيه حاولنا نختصره كده. طبعًا زي ما أنتم شايفين هنا يا حبايب خوخة بعد ما نضّفت ورا الرُكنة ونضّفتها طبعًا، أنتِ مستخدمة إيه في المَيّة اللي أنتِ بتسيّقي بيها يا خوخة؟ مستخدمة برسيل جل ألوان وكلور. طبعًا البرسيل بيبقى حلو جدًا وريحته حلوة والكلور مُعقّم. شِلت بقى السجادة اللي هي الوردة وقُمت حاطة الcover السجادة ده كبير جدًا وتقيل، يعني الحمد لله يعني كبير وتقيل، مش اللي هو هيسقّع وكده لأ، ده هو ما شاء الله اللي هم بيقولوا عليه تركي. يعني حجمه كويس وتقيل في نفس الوقت. طبعًا هنا زي ما أنتم شايفين كده بدأت أشيل الرُكنة وأدخّله تحتها، يعني هو داخل حوالي من هنا 5 سنتي
ومن ناحية تانية 10، يعني في ناحية أكبر من ناحية. هنا بقى بعد ما حطيت بقى ال اسمه إيه، الcover أو سجادة الحافظة على الأرض بقى وفرشته، قُمت نازلة بقى بالترابيزة بتاعتي كده، وقُمت حاطة إيه، الفازة مكانها، وقُمت جايبة برضه الcover اللي أنا باغطي بيه الرُكن، عشان إيه، يبقى كلّه كشميري في كشميري كده، وتبقى الألوان ماشية مع بعضها. طبعًا الألوان الفاتحة دي حلوة جدًا وبتدّي مساحة وكل حاجة، بس بعد 5 دقايق كده، يعني ما بتكمّليش والله العظيم يوم، أول ما عيالِك ييجوا يرموا شنطتهم على الأرض أو يخشوا بس كده من المدرسة ما بتلاقيهاش نفس ما أنتِ سايباها. وكنت هنا بقى مبسوطة بقى وقعدت بقى خلّصت اللي ورايا، وكنت مبسوطة وكانت الشقة شكلها حلو أوي ومبهجة كده، وكل حاجة فيها ماشية مع بعضها والألوان منسّقة كده زي ما أنتم شايفين. جِبت هنا برضه ده مش مفرش ولا قماشة، دي طرحة، مش طرحة كمان، ده اللي هو الscarf الشتوي ده، الشال الشتوي اللي بالِفّه على رقبتي كده في الشتا. فقُلت إيه، لسه بدري على الشتا، أنا هاخده أعمل بيه فكرة كده، وفي نفس الوقت هيتلبس تاني، مش هارميه ولا هاخلّيه مفرش، لأ ده أنا عادي خالص يتغسل ويتلبس تاني easy خالص، والحمد لله الدنيا ماشية. هنا طبعًا كده يا حبايب خوخة رجّعت كل حاجة مكانها. هنعمل بقى أهم حاجة بقى، الخطوة المهمة بقى، خطوة الانتعاش كده يا بنات، والراحة والهدوء والتعقيم. التعقيم بقى دي أهم حاجة باحبها في اليوم كله، ريحة النضافة، ريحة الانتعاش. إيه هي يا خوخة؟ هنا باقول لكم أنا عندي عود مش هاستخدمه، هاركنه على جنب. معايا هنا بخاخة فيها إيه يا خوخة؟ فيها مَيّة. عندكم بقى إزازة العطر دي لهلوبة، إزازة صغيرة كده بس تحيّر يا جماعة والله العظيم ريحتها حلوة أوي. بتروحي عند أي بتاع عطارة تقولي له أنا عايزة إزازة برفان كلاسيك كده تكون ريحتها قوية كده وشديدة. الإزازة دي بكام يا خلود؟ ب10 جنيه. أنا مش هاقول لكم اللي أنا جايباها كمُعطِّر جو، إحنا بنستخدمها برضه، بس المُعطِّر أمّا باحُط كده بقى وأبُخ كده على الفرشة كلّها، الله! ريحة انتعاش. لو الفيديو فيه حاجة مش عاجباكم قولوا لي عليها، باقبل النقد عادي جدًا، بس النقد إيه، يعني يكون شيك كده. أتمنى الفيديو يعجبكم، مع ألف سلامة، استنوني في فيديو جديد، باي.